اليوم بدنا نسوي لكم هريسة بالبيت بمكونات بسيطة. خلوكم معنا وبتشوفوا المكونات. 3 بيضات عنا، هلا بنضيف كاسة لبن معه، بنخلطهم 5 دقايق. خليكن معنا. وبعد ما خلطناهم كويس البيض واللبن، هلا بنضيف الزيت وبعدها 2 فانيليا وبعدها بنضيف السكر فورا وبنبلش خلط فيه. خليكم معنا وبنخلط المزيج كويس. بعد ما خلطناهم كويس هلا بنضيف 3 كاسات سميد. السميد هذا بجيبه من البيمنة، نوعية كويسة. واحدة، هو استعماله نص كيلو، الكيس فيه نص كيلو، بيطلع تقريبا 3 كاسات الا شوي. 3، هي 3. وهلا بعده بنضيف فورا ظرف خميرة بيكون بودر وبنبلش نخلط فيه لحتى يتجمع الخليط كله مع بعض. كل ما تخلط كتير كل ما بتنجح معك الهريسة. مكونات بسيطة وسهلة موجودة بكل بيت. خليكن معنا هلا. بعد ما خلطنا الخليط كويس صار هيك، شوفوا القوام كويس، قوام هيك ناجح. هلا بنقيمه على الطرف. بنجيب صينية وبندهنها سمن. بعد ما دهنا الصينية كويس بالسمن هلا بنضيف لها معلقة من طحينة. الطحينة بتعطي حمارة من تحت للهريسة كتير كويسة، حسب الرغبة، كل واحد شلون بيحب بيسوي. أنا بحب الطحينة، الطحينة بتطلع كويسة كتير. هلا بنوزعها بشكل متساوي على الصينية. بعد ما دهنا الصينية هلا بنجيب الخليط وبنضيفه بالتساوي. وهلا بنضيفه على الفرن على الحرارة 180 40 دقيقة 35 دقيقة بتجهز. خليكن معنا لنجهز القطر. هلا للقطرة 1.5 كاسة من المي حطينا.
وهي كاسة ونص سكر. حركهم شوي على البارد وبدنا نحطهم على الغاز. وبعد ما يغلى القطر بنضيف له شوية من الليمون مشان ما تتسكر القطرة عنا. وهيك القطرة صارت جاهزة. بعد ما احمرت من الجوانب طالعتها وقطعتها. هلا بدنا نزينها بالجوز حسب الرغبة، كل واحد ايش بيحب يحط عليها. هيك مشان تلزق الجوز فيها. وهيك بعد ما زيناها بالجوز هلا بنرجعها على الفرن. وهلا بعد ما طالعناها من الفرن شوفوا لونها كتير حلو وبتشهي. هلا وهي سخنة بنضيف عليها الشربات القطر بشكل متساوي مشان تشرب كتير كويس الشربات. وهلا بنحطه بالصحن التقديم وبنكون وصلنا على نهاية الفيديو. وبتشكر من كل واحد جديد يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس فضلا وليس أمرا. تحياتي لكل المشاهدين. وهيك وصلنا على نهاية الفيديو. كتير كويسة من تحت ومن فوق، حمار وبتشهي. يا سلام. يلا تفضلوا.